Honor Magic 7 Pro Snapdragon 8 Elite Mobile Platform. بطارية سيليكون كربون من الجيل الثالث من Honor. شاشة Honor AI Eye Comfort ذات الإضاءة الطبيعية. Honor Magic 7 Pro AI يسحرك قلب حبيب القلب يا أهل العراق يلي أموت عليكم يلي أعشقكم. الله يسلمك. والله العظيم مباراة الجاية العراق والأردن، الفايز يلعب وياكم. صح، منتخبين كبار. الأردن يعني يعتبر الحين واحد من أفضل المنتخبات بآسيا، والعراق ما شاء الله تبارك الرحمن منتخب كبير وسود الرافدين، واحد ما يحتاج انه يتكلم عنهم وعن تاريخهم العظيم. مباراة، شوف انا بالنسبة لي المباريات نفسها هذه ما تخضع لأي أمور فنية، تخضع للروح، للي عنده رغبة أكثر، للي حاب المباراة أكثر، للي حاب التأهل أكثر. الأمور الفنية في هذه البطولات وهذه يعني الخروج المغلوب بالذات، الامور الفنيه ما تجي 20 30%، 70% من بعد الله سبحانه على رغبه الفريق وروح اللاعبين. انت شخصيا تفضل تواجه منهم؟ كلهم صعبين، كلهم صعبين. اكذب عليك والله اذا قلت لك الاردن، واكذب عليك اذا قلت لك العراق. كلهم منتخبين راح يجون للسعوديه، كل واحد راح يكون اصعب من الثاني. اليوم المنتخب اللي هو منتخبنا لعب 120 دقيقه ضد ند ما كان سهل، منتخب فلسطين الشقيق. لعب 120 دقيقة، راح يكون يعني مجهد. أنا خوفي من الإجهاد في مباراة نصف النهائي، فأي أحد راح يجي سواء الأردن أو العراق راح تكون مباراة الند للند و50 50. بس كلاسيكو الخليج نكهة خاصة. العراق السعودية مباريات تاريخية كبيرة صراحة. العراق والسعودية يعني نهائيات كاس آسيا، مباريات خروج مغلوب، مباريات كل مباراة نهائي، كل مباراة نهائي فعلا. وقلوبنا على بعض مع الأردن أو معكم، لكن خلينا نشوف ايش يصير. احنا ان شاء الله بكره باذن الله اللي راح يفوز راح نبارك له بالتاهل، لكن مباراة راح تكون صعبه يعني صراحه. 50 50 بكره الاردن والعراق، 50 50 قطعا.